هلو خلونا قبل ما نبدأ وصفتنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بنية إن ربنا كده يبارك في حياتنا وفي أولادنا ويشيل عنا أي هموم، اللهم آمين. كده الوصفة بتاعت النهاردة أتمنى إن هي تعجبكم، أتمنى إن تطبقوها. أنا بقالي فترة كبيرة بمشي على الوصفة دي وامتنعت عن اللانشون تماما. الوصفة دي تنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع كمان في اللانش بوكس لأولادنا، وتحفة جدا ومش مكلفة خالص. احنا جبنا الصدور ونقعتها في شوية مية زي ما شفتوا معايا، وحطيت عليها كده معلقتين 3 من اللبن عشان تخليها طرية، وحطيت عليها شوية ملح، وبدأت ان انا احطها في الصوص اللي هو الاحمر اللي انتوا شايفينه ده. انا بعمله في البيت، هنزل لكم وصفته طبعا في فيديو منفصل. وبسيبهم مثلا من ساعتين او من قبلها بليلة. بعد ما بسيبه منقوعة في الصوص اللي انا عملته ده، بجيبها وبربطها بالخيط زي ما انتوا شايفين كده، وبجيب طاسة احط فيها شوية من الزبدة وشوية من الزيت الزيتون، وبنزل عليها بالصدور بتاعتي، اديها صدمة كده وخليها تبقى لونها احمر ومكرمل وجميل كده، علشان يبقى لونها كده حلو، واديها طبقة كريسبي من بره. بعد كده بعد ما بديها التشويحة الحلوة، بجيب صينية احط فيها ورق لوري ومية، واحط شوية من الصوص برضو اللي هي كانت منقوعة فيه، وبحط قرفة، وبحط عليها كمان اللي هو الشبكة، وبنزل ان احط الصدور، وبحط عليها زبدة كمان، وبغلفها بالورق الزبدة وبالفويل، وبدخلها الفرن ماكسيموم 35 دقيقة وبتكون جاهزة معايا. بطلعها بقى من الفرن زي ما انتم شايفين معايا كده، وابدا ان انا اجيب الصوص اللي هي كانت منقوعه فيه، وابدا ان انا ادهن على وشها بالصوص زي ما انتم شايفين كده، وادخلها تحت الشوايه لحد ما لونها يبقى اللون القمر اللي انتم شايفينه ده. وبعدين بغطيها، سيبها تعرق شويه كده، وبسيبها تبرد تماما تماما تماما. وبعدين ببدا ان انا افك من عليها الخيط زي ما انتم شايفين كده، علشان ابدا ان انا اقطعها. ولازم تتقطع وهي بارده، هي عامله شبه اللحمه البارده. دي صدور بارده بالطريقه دي بتكون تحفه وجميله جدا. لازم تجربوها، الاكله دي تحفه جدا. ممكن نعملها كغدا كعشاء، ممكن نعملها لاولادنا في اللانش بوكس، ونبتعد ان احنا نجيب حاجات من بره. بجد حلوه جدا. انا عملتها لهم كغدا، حطيت مايونيز، قصدي حطيت سلطه كول سلو، وحطيت كمان شرائح من الصدور البارده، وحطيت كمان عليها كده اي صوص متاح عندكم، وتبقى تحفه جدا. ممكن بقى نقطعها قطع بشرايح كده، ونحطها في لانش بوكس في الفريزر، او نسيبها زي ما هي ونحطها في الفريزر، ووقت ما نحب نطلع ونقطعها. ممكن نعملها جنب مكرونه، ممكن نعملها مثلا، ممكن نحط بقى في الساندوتش جرجير خاص، زي ما احنا حابين. هتمشي معانا وطعمها في منتهى الروعة. بجد الوصفة دي حلوة جدا، لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنت، وتعملوها لأولادكم في لانش بوكس، هتريحكم جدا. شايفين شكلها وطعمها كان في منتهى الروعة.